كنت مفكره انه مفيش اي حد شبهي في العالم. مش غرور والله، بس فعلا انا ما لقيتش حد شبهي لحد ما بدات سوشيال ميديا. ومن ساعتها وانا مش ملاحقه على الكومنتس اللي عماله تقول لي فيها شبه من اسراء نبيل، شبه اسراء نبيل قوي. افتكرتها اسراء نبيل لحد ما وصلت ان انا الاقي كومنتس هي مش دي اسراء نبيل، بتفكروا ناس تانية. انا لو اتكلموا لو عملوا اي فيديوز بتفكروهم انا. ايه؟ عشان كده قررت ان انا في فيديو النهارده اجمع كل الناس اللي قلتوا لي ان انا شبههم في فيديو واحد، وهقيم الشبه بيني وبين كل واحده فيهم. يا اما تكون مش شبهي، فيها شبه مني، شبهي قوي، او لو بقى شبهي جدا 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 لدرجه تخوف، لدرجه مرعبه، هتكون توأم. وانتوا ليكوا دور كبير قوي في فيديو النهارده. في اخر الفيديو لازم تكتبوا لي في الكومنتس شايفين مين اكتر واحده شبهي فيهم. عاملين ايه؟ كيفكم؟ شو اخباركم؟ اول بنوته يا جماعه، انتوا مش هتصدقوا الموقف اللي حصل لي. انا كنت قاعده في امان الله، فجاه الاقي 100 منشن على تيك توك في 5 دقايق. في 5 دقايق فجاه جالي 100 منشن على نفس الفيديو، نفس الفيديو اللي هو مش بتاعي. الفيديو ده انا مش فيه. قلقت، مش هخبي عليكم. ليه الاقي كم الناس دول عاملين لي منشن على الفيديو ده؟ ايه الفيديو ده؟ طبعا دخلت عليه وانا الآن يا جماعه 100 شخص بيصوت في الكومنتس. ولما دخلت لقيت الكومنتس اللي انا هقراها لكم دلوقتي. اسراء نبيل، الحقي بجد، ايه ده؟ اسراء نبيل شبهك قوي. اسراء نبيل فيها شبه منك جدا، شبه اسراء نبيل قوي. افتكرتها اسراء نبيل، انت فيكي شبه من اسراء نبيل. انا افتكرتك اسراء نبيل، شبه اسراء نبيل قوي. هذه مستحيل تشبه اسراء نبيل كتير قوي يعني. لحد ما وصلت للكومنت اللي جرحني. انا كنت مفكراها اسراء نبيل لحد ما دخلت الكومنتس. يعني انت ما تعرفينيش، يعني انت اتفرجتي على الفيديوز بتاعتي قد ايه، بس انت مش عارفه شكلي، اتخدعتي في حد تاني. ازاي بقى احنا اصحاب؟ ازاي؟ بغض النظر عن انا وانا صغيره مره مشيت ورا ست تانية غير ماما وكنت مفكراها ماما، وانا هبله وفضلت ماشيه وراها لحد ما بصيت لي اللي انت عايزه ايه يا بنت، انت امشي من هنا. وساعتها اكتشفت ان انا تايهه. بس برضو لما بنحب حد مش بنتلخبط في شكله. صح؟ اكتبوا لي في كومنت صح ولا انا بقول اي كلام. المهم ما اطولش عليكم كتير، انتوا لازم تشوفوا الفيديو الخطير اللي جالي عليه كم الكومنتس ده. اهي بنوته زي القمر ما شاء الله عليها، بجد تجنن. فما زعلتش يعني. انا كنت في الاول حاسه ان انا ايه ده، دول مش عارفيني مكان. لا، عسوله، وانا حبيتها. ميرسي قوي ليكوا وشكرا على ثقتكم الغاليه. بس لسه مش عارفه ادخلها ضمن التقييم بتاعي اللي هو هي انهي واحده فيهم، لحد ما لقيتها منزله الفيديو ده. هي كاتبه celebrities I get told I look like، يعني المشاهير اللي هي اتقال لها ان هي شبههم. حاطه في الاول بنوتين، بس تالت صوره الصدمه دي. حتى صورتي، حتى هي خدت بالها في الكومنتس. عمال يكتب لها اسراء نبيل. هي اكيد عملت سيرش لقيتني. بصوا وصلتوا بينا لحد فين ان انتوا بتتلخبطوا فيا لحد ما البنت اتلخبطت. بس تعالوا نشوف الناس كتبوا لها ايه في الكومنتس. حتى الاجانب عرفوا اسراء. شكرا، تسلمي لي. انا مش ده اللي انا كنت داخله الكومنتس عشان اشوفه. هعديها. في حد كاتب لها شبه اسراء نبيل اكتر. ففي كومنت بقى بصوا رد عليه قال له واو، طب هي اصلا اسراء. انتوا انا مش هتكلم. انا مش قادره اوصف. انا مستغربه قد ايه هي اصلا اسراء. احنا وصلنا للمرحله دي انه خلاص يعني فكوكم من اسراء اللي احنا نعرفها. يلا دي شبه اسراء، يلا نكمل. دي اسراء الجديده. تقييمي للشبه ما بيني وما بين اول بنوته شبهي قوي. تاني بنوته بقى ما كانش فيه فيديو وانتوا بتعملوا لي منشنز عليه. الموضوع جه بطريقه مختلفه. انا اتبعت لي مسج فيها صوره وفيها اسراء هو ده انتي. قلقت برضه. ده انا من ناحيه ايه؟ مين؟ فين؟ ازاي؟ دخلت عشان الاقي الصوره دي. هديكوا 3 ثواني. عايزه اعمل نفس الشكل. مش عارفه اظبط نفس الرياكشن بالظبط، بس بحاول. يحيى بيقول انها مش شبهي خالص. نور بيقول انها شبهي قوي. سالتكم على انستجرام شبهي ولا لا، 90% من الكومنتس قالوا لي مش شبهك. ازاي؟ انا بقى لو سمحتوا انا جايه لكم النهارده عشان تحلوا لي الموضوع ده. شبهي ولا لا؟ لا. ايوه شبهي. لا شبهي. لا مش شبهها خالص. يا عم شبهها يا عم.
بجد انا مش قادره استحمل. بس اللي اعرفه ان انتوا هتحلوا المشكله دي. البنوته القمر رقم 2 شبهي ولا لا؟ انا مش عارفه، وللاسف مش عارفه اقيمها، لانه في ناس بتقولي مش شبهك وناس بتقولي شبهك، فانا مش عارفه احطها فين. فلو سمحتوا محتاجه مساعدتكم، تقولوا لي تقييمكم للشبه ما بيني وما بين البنوته رقم 2. اما بقى البنوته الثالثه يا جماعه فهي صاحبتي بجد، اعرفها، شفنا بعض كذا مره، عسوله ولذيذه وكيوت، وانتوا دايما بتكتبوا لي ان احنا الاثنين شبه بعض، لدرجه ان احنا لما اتقابلنا في ايفنت في رمضان، كان في رمضان اللي فات، اتصورنا مع بعض الفيديو ده. احنا شبه بعض اهو. كل الناس بتكتب ان انا واسراء شبه بعض. حاسه تصدقي؟ ايوه تصدقي ايوه. ومش بس احنا الاثنين اللي شايفين الشبه، كمان في كومنتس كتيره قوي هي اللي نبهتنا ان احنا فعلا شبه بعض. تشبه اسراء نبيل، انتي واسراء نبيل بتشبهوا بعض، مره تشبهين اسراء. فالكومنتس دي نبهتنا ان احنا فعلا يمكن ولا انا ولا هي خدنا بالنا قوي اللي هو من الشبه، بس لما انتوا قلتوا لنا ايه ده، لا في شبه. بس انا برضو حاسه ان احنا مختلفين شويه، كل واحده فينا حاسه جمالها مختلف شويه عن الثانيه. فتقييمي للشبه ما بيني وما بين ياسو القمر فيها شبه مني، هي احلى طبعا، بحبك يا ياسو. رابع بنوته بقى هجيبها من المنشنات اللي انتوا عاملينها لي. في حد كاتب لي اسراء نبيل لقيت حد شبهك، يلا نشوف الفيديو. انا عارفه ان انا قمر بس مش للدرجه دي، يعني مش قدام الناس بقى، كسفت. طبعا هتلاحظوا دلوقتي ان انا شعري مختلف، لبسي مختلف، الميك اب اللي انا حاطاه مختلف، عشان انا فعلا بصور في يوم مختلف تماما عن اليوم اللي انا صورت فيه كل جزء اللي فات من الفيديو. حصلت حاجه اجبرتني ان انا اصور جزء جديد اللي هو بصوره دلوقتي واحطه في نص الفيديو، عشان في حاجه انتوا لازم تشوفوها وحاجه ليها علاقه بالبنات اللي شبهي. انا من يومين كنت في ايفنت متجمع فيه عدد كبير قوي من صناع المحتوى، فقابلت هناك بنوته صاحبتي وبحبها قوي، واول لما شافتني قالت لي اسراء انا كل الناس بتكتب لي في كومنتس ان احنا شبه بعض. قلت لها ايه انا طبعا ما صدقتش في دماغي، عماله اقول انا لسه امبارح كنت بصور فيديو عن اشباهي، فانت لسه جايه دلوقتي تقولي لي احنا شبه بعض. قلت لها ليه ما قلتليش من قبل كده، كنت عايزه احطك في فيديو يوتيوب بصوره، عشان اوعدتكم ان انا احط كل البنات اللي بيتقال لي ان انا شبههم في فيديو واحد. فقررت اضيف الجزء ده. والبنوته اللي انا بكلم عليها دلوقتي هي ليلي. يا جماعه مش عارفه، اول لما هي قالت لي اصلا كل الناس بتقول لي ان احنا شبه بعض، حتى بص كده انا عمري ما تخيلت ان احنا ممكن نكون شبه بعض. ليه؟ عشان هي شعرها شويه بني فاتح، او مرات كتير بتصبغه احمر، انا شعري اسود، هي عينيها افتح، انا عينيا اغمق، فما حسيتش ان احنا شبه بعض. بعد كده يا جماعه صورنا مع بعض فيديو، سالنا الناس احنا شبه بعض ولا لا. تعالوا اوريكم الفيديو ده. وليلي كتبت على الفيديو من تحت الناس كلها بتقول ان احنا شبه بعض. تعالوا بقى نشوف الكومنت اتفقت ولا لا. انتوا شبه بعض بشكل انا اول مره الاحظ الشبه، وانا كمان. بصوا احنا قابلنا بعض وانا فضلت ابص لها كتير قوي اللي هو احنا شبه بعض، وهي تبص لي ايوه انا حاسه ان احنا شبه بعض. فكده بنبص بعد ما صورنا الفيديو وحطينا وشنا في وش بعض، هوريكم الصوره اللي احنا حسينا قوي ان احنا شبه بعض اهي يا جماعه. بجد لا في شبه. كده بصينا لبعض كده تصدقي احنا شبه بعض. فبجد ما قدرتش ما احطهاش في الفيديو عشان حسيت انه بجد ناس كتير قوي مقتنعه بكده. ففعلا تقييمي للشبه ما بيني وما بين القمر ليلي شبه بعض قوي. البنوته الاخيره بقى انا سبتها للاخر عشان يا جماعه انتوا كنتوا مقتنعين انه انا مثلت وانا صغيره. فجاه كان في فتره في حياتي دايما بيجي لي كومنتس، هو انت مثلتي وانت صغيره؟ انت طلعتي في فيلم مع محمد هنيدي وانت صغيره صح؟ قعدت افكر كده، هو انا طلعت مع محمد هنيدي؟ هو انا طلعت وناسيه؟ رحت سالت ماما، يا ماما هو انا طلعت في فيلم وانا صغيره؟ طبعا اكيد ادتني بالشبشب وقالت لي يلا يا متخلفه، مش معقول تكوني عملتي حاجه زي كده ونسيتي يا متخلفه. بس من كتر يا جماعه الكومنتس بتاعتكم انا صدقت. فبعد بحث كتير دورت على مين البنوته اللي انتوا بتقولوا انها شبهي وانا صغيره، وطلعت في فيلم بلية ودماغه العاليه لمحمد هنيدي. الفيلم ده قديم جدا للاسف، انا ما كنتش شفته، فما كنتش شفت البنوته دي قبل كده، فما كنتش عارفه هي شبهي ولا لا. بس عملت سيرش وجبت الصوره، هي دي. مش عارفه هو انا ليه مش عارفه. بصوا لو انتوا مثلا جبتوا لي صورتين وقلتوا لي هل الصورتين دول شبه بعض هقول لكم على طول. بس بالنسبه للناس اللي شبهي انا مش بعرف احدد قوي عشان بتلخبط، مش عارفه يعني بعرف اطلع كل الناس واشبهها، بس انا واشباهي مش عارفه ليه. هل انتوا كده زي اللي هو ناس تقول لكم انت شبه الشخص ده بس انتوا ما تقدروش تحددوا انتوا شبه الشخص ده ولا لا؟ فاهمين هنجرب نحاول نعرف هي شبهي وانا صغيره ولا لا. فهنحط صورتها هنا وهنحط صورتي وانا صغيره هنا.
شبه اللي هو شبه كده من بعيد شكلنا كيوت. فتقييمي للشبه ما بيني وانا صغيره وما بين البنوته الاموره دي مش شبهي خالص. حاسه ان احنا مش شبه بعض. انتوا رايكم ايه؟ ودلوقتي هي دي النتيجة. للأسف مش حاسة ان انا لقيت توأمي لسه لحد دلوقتي، مع اني نفسي في حياتي الاقي توأم ليا، لانه انا ما عنديش اخوات بنات، وكان نفسي طول حياتي يكون عندي اخوات بنات افضل بقى ارغي معاهم واسرق الهدوم بتاعتهم ونحط ميك اب مع بعض. بس الحمد لله يعني على كل حاجة، ربنا ما رزقنيش باخوات بنات، بس رزقني باخ ولد زي القمر. ايه يا قلبي؟ ربنا يخليك. ربنا يخليك. عايز اخوات بنات؟ نفسي في اخوات بنات. عندك ماشي. مشكله؟ لا مش خالص. انت يا جماعه اما بيبقى عندكم اخ ولد بتفضلوا تلطشوا ببعض وانتوا صغيرين ويضربكوا ويغلس انا عليكوا. ضربتك؟ انا لمستك اصلا؟ ده انت اللي كنت بتضربيني وبتحرقيني وبتعوريني. كل ده عشان لسعته مره من غير ما اقصد، عشان كنت طفله ما اعرفش حاجه ولا افهم حاجه. شفتوا ليه انا كان نفسي في اخت بنت. المهم ان انا لغايه دلوقتي ما لقيتش اختي التوأم، بس بسبب المنشنز بتاعتكم القمر اللي انتوا دايما الحمد لله بتعملوها لي. يعني اول ما بتشوف حد شبهي بتفتكروا على طول. فميرسي يا جماعه بجد، بموت فيكم، مش عارفه اشكركم ازاي. فبفضل منشناتكم اكيد هنلاقيها، وانا اوعدكم اول لما الاقي توأمي انتوا هتبقوا اول ناس تعرفوا، عشان انا بجد هبقى متحمسه قوي ان انا لقيت اكتر حد شبهي في العالم. يا رب الاقيها. مش عارفه هي ممكن تكون موجوده. عارفه ليه؟ ليه؟ عشان انت مفيش حد زيك. جوزي فاهمين اللي هو بيعمل كده عشان يعني عشان الاقي عشان عشان ما اتخانقش معاه. فدلوقتي انتوا اللي دوركم جه، حاسين انهي بنوته من البنات الامارات اللي انتوا عملتوا لي منشنز على فيديوهاتهم ان هم شبهي، حاسين انهي واحده فيهم شبهي اكتر؟ لازم تكتبوا لي في الكومنتس، ولازم كلكم تتفقوا في الكومنتس على اكتر حد شبهي. اتفقوا، مش هلاقي حد كاتب 1، حد كاتب 2، 3، 4، لا يعني حاولوا نتفق. وبس كده، ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وفعلوا زر الجرس، وما تنسوش برضه تكتبوا لي في الكومنتس عايزيني اعمل ايه في الفيديوهات اللي جايه. وبس كده، باي.